فطور اليوم طيب؟ والله ماشي. ماشي؟ والله ماشي. أبغاك تتخيل معي بس مجرد خيال، أنت الآن صمت وأفطرت أمورك طيبة، وفجأة اشتهيت إنك تجدد كذا أكلك، تنزل مطبخك وتاخذ أكل من بقايا فطورك اللي أكلته اللهم لك الحمد. شفت سهولة الموضوع؟ تخيل إن أسرة سلطان والحالة هذه اللي إحنا ماسكينها هذا الموضوع مو عندهم أبدا. شفت بديهية الموضوع كيف؟ البديهية هذه مين موجودة عندهم. فطور اليوم طيب؟ والله ماشي. ماشي؟ والله ماشي. إلى موية وتمر. مويه وتمر، فطورهم مويه وتمر. تخيل 12 نفر في بيت واحد فطورهم مويه وتمر في رمضان. احنا ما نلام ان ما كنا نعرف، لكن الحين عرفنا واللهم لك الحمد بشكل نظامي ورسمي توصل المساعدات الى المكان الصح في المكان الصح. هذه مسؤوليتنا اني ادلكم على الموضوع، وباذن الله كلنا يد واحده نتكاتف ونتساعد عشان نساعدهم. ابغاك تشوف المطبخ اللي انا شفته بعيني في البيت اللي ساكنين فيه 12 شخص اللي هم اسره سلطان. هذا المطبخ، وشوف الفرن وشوف الدولاب وشوف يا ولد الدولاب جديد يا اخوان.